شباب ثالثه ثانوي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده. اليوم الاخير النهارده، امتحان شامل. هنحل الامتحان كاننا في اللجنه بالظبط، بالبابل شيت وكل حاجه. ركز بقى معايا، شوفني انا بحل ازاي، ولازم تحل زي كده بالظبط عشان وقتك يبقى مظبوط وتقدر تراجع وتعمل البابل شيت ومعاك وقتك، وتوصل في الاخر ان انت ما يبقاش عندك اخطاء باذن الله. اول سؤال، انا عامل امتحان شامل كده. الامتحان ده 46 سؤال برضه. نبدا كده بالسؤال الاولاني. الشكل المقابل ده جزء من دائره كهربيه مغلقه يمر بها تيار كهربي، فعايز قيمه شده التيار اي واتجاهه على الترتيب. طبعا الفكره هنا ده كيرشوف الاول، ودي نقطه التفرع. الفكره ان الموجب والسالب بيحدد لك التيار داخل ولا خارج. التيار بيمشي من الموجب للسالب، من الاعلى للاقل. يبقى هنا ده خارج، 10 خارج، والمفروض الاثنين داخل، الموجب للسالب، والستة خارج، والمفروض الثلاثة داخل. طب سيجما اي داخل بتساوي سيجما اي خارج. يلا بينا. مين اللي داخل كده يا باشا؟ داخل 3، ماشي، وداخل 2، يبقى داخل 3 زائد 2. طب ومين اللي خارج؟ قال لك اللي خارج 10 واللي خارج 6، يبقى خارج 16. طب خرج 16 وداخل 5، يبقى انت محتاج تدخل كمان 11 امبير. يبقى داخل 11 امبير كمان، يبقى الاي ده هتبقى قيمته 11 امبير، والمفروض يبقى داخل النقطة سي، يبقى 11 امبير وداخل النقطة سي، تبقى الاجابة ب. طب بص كده السؤال الثاني هنا. الشكل المقابل دي دايرة كهربائية تحتوي على، بص بقى اقرا كويس، ملف حث مقاومته الأومية 4 أوم. ماشي، ملف حث اهو، ودي مقاومة أومية، وفي مقاومة هنا 2 عندها جهاز فولتميتر، أميتر الدايرة، مفتاح، بطارية، مقاومة داخلية. وبيقول لي من بيانات الشكل فإنه تكون لحظة غلق المفتاح. طبعا لحظة الغلق بيتولد قوة دفعة مستحثة عكسية قيمة عظمى تعادل قيمة الفي بي في اللحظة دي اللي هي لحظة التوصيل. بتعمل ايه؟ بتمنع مرور التيار. معنى كده ان في اللحظة دي مفيش تيار هيمشي في الدايرة اصلا، وبالتالي قراءة الفولتميتر دي هتبقى صفر، لان الفولتميتر اي في ار، مفيش تيار عدى. وهو عايز ايه كمان؟ قراءة الاميتر. طب ما هو مفيش تيار اصلا عدى، يبقى الاثنين بصفر، تبقى الاجابة ب. طيب بص كده الشكل الباقي اطلعها لك فوق. تمام. يجي هنا يقول لي ايه بقى؟ الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين شدة التيار لدينامو. يبقى ده سؤال دينامو. مهم جدا انك وانت بتحل تعرف السؤال بيخص ايه؟ دينامو تيار متردد والزمان تي. فاذا كانت المقاومة الأومية الكلية يعني ار توتال للدينامو 20 اوم، فإن القدرة الكهربية المستهلكة في الدينامو، طبعا القدرة بتساوي اي تربيع افكت في ار بتاعت الجهاز. طب انت معاك هنا ايه؟ معاك الاي ماكس، يبقى انا على جنب كده اقدر اجيب الاي افكت بتساوي الاي ماكس على جذر 2. يلا بينا. اي ماكس 2 جذر 2 على جذر 2 تطلع 2 امبير. اي تربيع يعني 4 في 20 تطلع 80 واط. تبقى الاجابه ج 80 واط. السؤال اللي بعده سؤال برضو في الرايق، ثانويه عامه عادي جدا. مش كل اسئله ثانويه عامه يا جماعه صعبه، الموضوع بسيط بس ركز. الشكل المقابل يمثل موصل اكس واي في دائره كهربائيه مغلقه عندما يمر تيار 1.6 ملي امبير، يعني معايا اي 1.6 ملي 10 اس سالب 3 امبير خلال زمن قدره 1 ثانيه. اولا الاي مع التي بتجيب لك كيو، يبقى الكيو بتساوي الرقم ده في 1، يبقى 1.6 في 10 أس سالب 3 كولوم. طب هو عايز عدد الإلكترونات المرة، يعني عايز ان. طب ما هي الكيو بتساوي ان في اي، يبقى أنا لو عايز أجيب يا باشا الان بقى هقول له إيه؟ ان بتساوي كيو على اي. كيو اللي هي 1.6 في 10 أس سالب 3 على 1.6 في 10 أس سالب 19
هنستخدم طبعا الآلة الحاسبة مع بعض، فأنا بدي فرصة لوقت الآلة الحاسبة. 1.6 في 10 أس سالب 3 على 1.6 في 10 أس سالب 19 يطلع 10 أس 16 إلكترون، تبقى الإجابة ب. السؤال اللي بعده، السؤال هنا بيقول لك إيه؟ جميل، سؤال أهو. الشكل واحد يمثل ملفا لولبيا مهمل المقاومة، يعني سلك الملف ده ملوش مقاومة، السلك ده ملوش مقاومة، أي سلك في الدنيا لازم يبقى ليه مقاومة، هو فرض بصفر. وطوله 50 سم، يعني أنا معايا طول الملف ده 50 سم، يعني في 10 أس سالب 2 يبقى متر. متوصل ببطارية، ماشي، قوتها الدافعة في بكام؟ ب 18 فولت، وجنبها ريوستات، يعني الدايره دي كلها ار توتال بتاعتها ريوستات، الدايره دي كلها ار توتال بتاعتها ريوستات، ماشي. ومقاومه متغيره، تمام. الشكل 2 علاقه بين كثافه الفيض اللي هتنشا في اللولبي مع مقلوب قيمه الريوستات، جميل. طب ما انا اكتب القانون عشان اجيب الميل، ببدا ببي، بي بتساوي ميو في ان في اي على ال. لا، طب ده هو دلوقتي العلاقه مع 1 على ار، بسيط. ما انا هشيل الاي واحط مكانها بقى ايه؟ فرق الجهد اللي هو في على ار اللي هي ار الريوستات، ما هو مفيش غيرها، هي دي ار الكليه. طب انت عامل علاقه بين مين ومين؟ عامل علاقه بين البي وواحد على ار، يبقى الميل بتاعنا هيبقى ميو في ان في في على ال. طب والميل ده صاد على س، يعني 3 من 1000 على 3 من 10. طيب تعالى بقى عوض معايا كده، 3 من 1000 على، ماشي، يبقى هقول له الميو اللي هي 4 باي في 10 أس سالب 7 في عدد اللفات، هو عايز عدد اللفات تقريبا، في فرق الجهد بتاعنا 18 على طول الملف 50 في 10 أس سالب 2، ده بيساوي 3 من 1000 على 3 من 10. نعم؟ مش سامعك. دي بتساوي 1/10. ماشي، ما علينا بقى دي بتساوي ايه؟ خلينا نكمل عادي كاني طالب، فاهمني؟ انا بتعامل كاني طالب. انا دلوقتي عايز اجيب عدد اللفات، جميل. يبقى انا لو عايز اجيب عدد اللفات، ركز بقى معايا، لو انا عايز اجيب عدد اللفات، يبقى انا هقول له عدد اللفات تساوي ده في ده على دول، يعني 50 في 10 أس سالب 2 في 3 من 1000 على 3 من 10 في 4 باي في 10 أس سالب 7 في 18. أنا كتبتها أهو، فهقولها كمان مرة كأنك بتسجلها على الآلة الحاسبة. 50 في 10 أس سالب 2 في 3 من 1000 على 3 من 10 في 4 باي في 10 أس سالب 7 في 18. يطلع كام يا باشا؟ 221 لفة بالتقريب، اللي هي الإجابة ب. جميل. السؤال اللي بعده، السؤال هنا، بص معايا كده، السؤال هنا كمان اهو احنا بنضيع وقت حتى في تكبير السؤال عشان يبقى انت واخد وقتك كامل اهو. انا هنا بقول لك ايه؟ هو الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين التيار المر في ملف ابتدائي والزمن لملفين متجاورين، معامل الحث المتبادل معاك الام اهو، يعني دي مسألة حث متبادل وده تغير التيار في الابتدائي عشان الثانوي يولد قوة دفعة مستحثة، فإن متوسط القوة الدافعة المتولدة في الثانوي خلال أول فترة من ال بي، طب ما هو قانون الحث المتبادل اي ام اف 2 بتساوي سالب ام دلتا اي 1 على دلتا تي، فكك من قيمة السالب لأنه عايز قيمة مش عايز اتجاه. طيب ام بكام؟ ام ب 4 من 10. تغير التيار كان من 0 ل 4.5، يعني 4.5 على دلتا تي كانت من 0 ل 8 بس مضروبة في 10 أس سالب 2، تاخد بالك، يبقى على 8 في 10
أس -2. يلا يا ابوي كده نستخدم الآلة الحاسبة. هنقول اعملها يلا 4/10 في 4.5 على، انا برضه اهو البوي بيعمل على الآلة الحاسبة كأنك انت بتعمل على الآلة الحاسبة، وبناخد وقتنا عشان نبقى زي اللجنة بالظبط. طيب 4.5 على 8 في 10 أس -2 يطلع كام الناتج يا باشا؟ 22.5 فولت كقيمة من غير إشارة من غير اتجاه. من بي لسي في ثبوت للتيار، ثبوت التيار يخلي الاي ام اف بتاعتي بصفر طبعا. تبقى الإجابة بتاعتي هي الإجابة د. اللي بعده، تعالى بقى عندك هنا سؤال. السؤال هنا بيقول لك الشكل المقابل يمثل جزءا من دايرة كهربية ماشي مغلقة إذا كانت قراءة جهاز الأميتر على الترتيب، أبوس إيدك على الترتيب، A1 9/10 يعني التيار الكلي اللي داخل 9/10 أمبير، والتاني 3/10. أنا كنت قايل لك معلومة مهمة، هات اللي ناقص للمقاومة اللي معلوم تيارها أو فرق جهدها. طب ما أنا معايا تيار ومعايا هنا مقاومة، يبقى هجيب للفرع ده فرق الجهد بتاعه على الآلة الحاسبة I في R، يعني 3/10 في 20. 3/10 في 20 تطلع 6 فولت. يبقى ده ياخد 6 فولت وده ياخد 6 فولت وده ياخد 6 فولت. طب ما انا كده ممكن اجيب I3. لو انا عايز اجيب I3 يبقى V على R 6 على 15 تطلع 4/10 أمبير. يبقى أنا عديت هنا 4/10 أمبير، عديت هنا 3/10 أمبير من أصل 9/10 أمبير، يبقى اللي فاضل 2/10 أمبير. طب ما خلاص أنا دلوقتي عايز أجيب قيمة المقاومة، فالمقاومة بتساوي فرق الجهد عليها على التيار بتاعها، يعني 6 على 2/10 تطلع 30 أوم قيمة المقاومة. تبقى الإجابة بتاعتي هي الإجابة دي. بص كده، سؤال أوميتر بدل ما جبته مقالي جبته اختياري. طب تعالى معايا كده اهو، السؤال اهو. طيب بص معايا، هو هنا بيقول لي ايه؟ الشكل المقابل يمثل الدائرة الداخلية للأوميتر. يمثل، تمام كده واضح يعني؟ ما انا مش عارف بس هي الدنيا معلقه لي، كنت كبرت لي الاسئله يا ابوي. يلا، الشكل المقابل يمثل الدائره الداخليه للاوميتر، ده جهاز الاوميتر. عند ملامسه مسمارين الاختبار ينحرف مؤشره لاقصى التدريج. يعني في الحاله دي ما كناش موصلين ار اكس. لو جيت تبص هنا هتلاقي حاجه، هتلاقي ان الاي جي ماكس معاك ب 400. اي جي ماكس بتاعه الاوميتر 400 مايكرو، يعني في 10 أس -6 امبير. ده لو انا في نيتي احسب حاجه يعني. طب عندنا حاجه اسمها ار اوميتر، مقاومه الاوميتر كلها اللي هي ار جي بار زائد ار سي ب 12 ار يبقى 13 ار، والريوستات 20 يبقى كام كده يا ابوي؟ 33 ار. في حاجه ثانيه؟ لا، يبقى 33 ار. يبقى انا كده معايا مقاومه الاوميتر اللي هي كانت بتبقى 3750 ايا كان بقى، كانت بكام؟ ب 33 ار. حضرتك قمت جاي موصل مقاومه خارجيه 132 ار. انا المطلوب تعرف هي الخارجيه قد ايه من الكليه، اقسمهم على بعض. يبقى اقسم ال 132 على 33 تطلع كام يا باشا؟ يعني معنى كده ان المقاومه المجهوله اللي ضافها 4 امثال مقاومه الاوميتر. طب ما كده انا ممكن اعرف انا انحرفت لفين، زود 1 واقلب، يبقى التيار بقى خمس. ما هو زود 1 يعني 5، واقلب يبقى بقى خمس الاي جي ماكس. يعني كده الجهاز ده انحرف لخمس التدريج. جميل. تعالى بقى معايا هنا السؤال دوت. بيقول لي هنا الشكل المقابل يمثل سلك مستقيم طويل في مستوى الصفحة يحمل تيار كهربي يمكن تغيير شدته وبجواره حلقة دائرية معدنية. الشكل ده دايما بنطبق فيه لينز.
وفي نفس مستوى الصفحة يمكن أن يتولد بالحلقة EMF مستحثة في جميع الحالات الآتية ما عدا. يعني أنا دلوقتي عشان أولد EMF مستحثة ده تيار كده، هنا المجال بيبقى إكسات وهنا المجال بيبقى نقط والحلقة على بعد معين من السلك. هو بيقول لي بقى كله هيولد ما عدا، هل لما نحرك الحلقة الأعلى؟ ما أنت لما تحرك الحلقة الأعلى أنت بتبعد، يعني بتعمل نقص، فاللينز هيعمل زيادة ويولد نقط ويمر تيار عكس عقارب الساعة، دي صح. طب عند زيادة تيار السلك، أيوة يا باشا، ما أنت لو زودت تيار السلك النقط هتزيد، فاللينز هينقص يولد إكسات فيمر تيار مع عقارب الساعة هتولد. عند تحريك السلك الأسفل يا باشا بحيث يزداد البعد، ماشي، ما انت لما تحرك السلك يعني انت بتبعد، بتعمل نقص. طيب واحد يقول لي هو انت لما تعمل نقص لينز هيعمل زياده فيقوم مولد نقط ويمر تيار مع عقارب الساعه، تنفع. طب بص انا بقرا نقطه نقطه ازاي عشان اخد وقتي اهو، شوف في الاخر خدنا وقت قد ايه في حل الامتحان ده. عند تحريك الحلقه افقيا الى اليسار بحيث البعد يفضل ثابت، يا باشا ما انت لو حركتها شمال حركتها يمين انت على نفس البعد، يعني ما عملتش تغير للمجال، لا بعدت عن المجال ولا قربت، يبقى هنا مش هيتولد، تبقى الاجابه دال. تعال السؤال اللي بعده. السؤال ده هنا يقول لي ايه؟ ده اكبر حاجه ليه؟ تمام. تعالى كده السؤال هنا يقول لي في الشكل يتحرك قضيب فلزي، سلك يعني، ده سلك يا باشا والله عادي، بيتحرك في مجال نقط، هو اللي قايل اهو بيتحرك في مجال نقط وبيتحرك في هذا الاتجاه، وبيقول لي بسرعه ثابته داخل مجال مغناطيسي منتظم متعامد على مستوى الصفحه الى الخارج، فان الشكل الذي يمثل توزيع الشحنات الكهربيه للقضيب نتيجه حركته داخل المجال. يا باشا بالراحه، هو انت النهارده بتحركه يعني هيتولد عليه تيار مستحث، يعني فليمنج لليد اليمنى. طب ما يلا نطبق فليمنج لليمنى، مجالي خارج لبره، حضرتك بتحرك كده، تيارك المستحث دي ايدي اليمين اهي، التيار المستحث هيبقى نازل، يبقى انا بالنسبه لي التيار المستحث نازل كده، والسلك بيتعامل معامله بطاريه، يبقى ده طرف سالب وده طرف موجب، يبقى توزيع الشحنات سالب موجب، تبقى الاجابه دي. سؤال حلو جدا على فليمنج لليوم. طب تعالى نيجي هنا للسؤال ده. السؤال ده هنا يقول لك ايه؟ الشكل المقابل، سنه كده كمان اهو، الشكل المقابل يمثل دائره كهربيه تحتوي على بطاريه وملف حث. ماشي، بطاريه، حاول اقلب الكلام في دماغي اهو، وملف حث ومقاومه متغيره. اي الاشكال البيانيه التاليه يمثل العلاقه بين معامل الحث الذاتي بتاع الملف ده مع تغير الريوستات. هو انا هسال سؤال صغير، هو معامل الحث الذاتي بيساوي ميو في ان تربيع في ايه على ال، هل في مقاومات هنا؟ لا. طب ما تيجي نشوف المقاومه لما تتغير يمكن تغير حاجه من دول. هو انا لو غيرت الريوستات كده كده الفي دي مقدار ثابت، التيار هيتغير بس، معنى كده معامل الحث الذاتي لا يتوقف على تغير التيار، يبقى مهما قعدنا نغير في الريوستات هيفضل معامل الحث الذاتي مقدار ثابت. طب تعال نيجي هنا للسؤال ده، سؤال حلو جدا، وعلى فكره احنا حلينا قبل كده بس جايب صيغه السؤال بطريقه حلوه. بيقول لي هنا ايه؟ الشكل المقابل يمثل ملف حث عديم المقاومه الأمية ومكثف، يعني دي دايره ملف حث ودي دايره مكثف، يتصل كل منهما على حده بنفس المصدر، ماشي، واميتر حراري مهمل المقاومه الأمية. اذا كان المصدر المتردد ينفع نغير تردده، ينفع نغير الاف بتاعته في كل حاله عده مرات مع ثبوت القيمه الفعاله للجهد، يعني الفي ثابت. احنا لما شرحنا الحته دي قلنا ممكن يجيبها لك يا فرق الجهد ثابت يا اما فرق الجهد بيتغير فبتفكه ان بي ايه 2 باي اف.
لقيته بيقول لي طب انا عايز العلاقه بين قراءه الاميتر والتردد في كل حاله. في ملف الحس الاي بتساوي في ومش هنفكها على اكس ال اللي هي 2 باي اف ال. يعني هنا العلاقه بين الاي والاف علاقه عكسيه. انت عارف لو فكيت الفي، يعني لو ما كانش قال ان الفي ثابته كنت هتفكها ان بي ايه 2 باي اف، فكانت الاف هتروح مع الاف، فكان تغير التردد في الحاله دي لا يغير التيار، يعني ثابته. بس انا ما اخدش هنا ثابته لانه قال لي الفي ثابت، يبقى انا مش هفك الفي اصلا. يبقى هنا الاول الاي واحد دي علاقته عكسيه. طب تعالى هنا اي بتساوي برضو في على اكس سي 1 على 2 باي اف سي، فالاف هنا مقام المقام تطلع بسط، يعني الاي والاف علاقه طرديه ده لو الفي ثابت. انت عارف لو الفي مش ثابت هتفكها ان بي ايه 2 باي اف والاف الثانيه تطلع فوق، يعني الاي طردي. خد بالك الاي ساعتها في حاله مكثف هتبقى طردي مع مربع التردد، ولو مع التردد نفسه، لو هي مع التردد نفسه هتبقى طرديه كده عشان هتبقى غير منتظمه. طب هو هنا مثبت الفي، يبقى دي عكسيه ودي طرديه اهي، عكسيه طرديه، تبقى الاجابه د طبعا للسؤال ده. السؤال اللي بعده، تعالى هنا السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي الشكل واحد يمثل ايه بقى؟ يمثل دائرة تيار متردد نوعها ار ال سي، ماشي. مكوناتها موصلة على التوالي، والشكل 2 يمثل العلاقة البيانية بين الممانعة التي يلقاها التيار في الدائرة من كل عنصر اللي هي الار والاكس ال الرسمة المشهورة دي والاكس سي مع التردد. بيقول لي بقى القدرة المستهلكة تكون اكبر ما يمكن. انت حلو قوي دي، ما هو بي دبليو بتساوي اي تربيع افكت في ار، وكده كده الار مقدار ثابت. حضرتك عايز تخلي اعلى قيمه للقدره يبقى اعلى قيمه للاي افكت، يعني حاله الرنين. طب ده يحصل عند انهي تردد؟ عند تردد الرنين اهو، يعني عند 40 هرتز. تعال نيجي للسؤال ده بقى من الاسئله برضو الكويسه، ده اكبر حاجه ده اهو. تمام، هنا يقول لي ايه؟ الشكل المقابل يمثل، ركز بقى، كان ثانويه عامه قبل كده فجبت واحد شبهه. الشكل المقابل يمثل سلكين مستقيمين متوازيين اكس وواي وحلقه معدنيه في النص مماثليهم طبعا وجامعهم في مستوى واحد، ويمر بكل منهما تيار كهربي، فتكون قيمة شدة التيار بالحلقة. عايز يعرف تيار الحلقة واتجاهه، هل اتجاهه هيبقى مع 1 ولا 2؟ لجعل المحصلة تساوي صفر. أنا كنت بقول لك هنا تعمل إيه؟ المحصلة تساوي صفر، يبقى هات مجال السلكين الأول وساويهم بمجال الحلقة. طب دول النقطة أهي، والسلكين هنا بيمر فيهم تيارين في اتجاهين متضادين، يعني بي توتال عندهم جمع، يبقى بي توتال للسلكين بتساوي اول سلك 2 في 10 اس سالب 7 في اي بتاعته اللي هي 2 اي على البعد بتاعه بار، ماشي، زائد 2 في 10 اس سالب 7 للسلك الثاني في اي بتاعته باي على ار. واحد يقول لي امال الاثنين باي فين؟ ما هقول له بقى ميو على 2 باي بتحط مكانها 2 في 10 اس سالب 7 لو النفاذيه هواء. واحد يقول لي طب معلش يا رامي، طب ما انا مش عايز اكلكعها ارقام. انا هقول لك ولا يهمك، ما تكتبش ارقام. بي توتال للسلكين بتساوي اول سلك ميو في 2 اي على 2 باي عشان الشكل المعتاد للناس على 2 باي ار، زائد هما التيارين مع بعض ولا عكس بعض؟ لا، ده التيارين مع بعض، يبقى طرح الكبير ناقص الصغير، مش البعد قد البعد، يبقى اللي طياره اكبر كثافته اكبر، اللي انا بدات بيه اللي هو واي، ناقص الثاني ميو، طيارين في نفس الاتجاه مش في اتجاهين متضادين عشان نجمع، تبقى ميو في اي على 2 باي ار. ما هي الاثنين راحت مع الاثنين، يعني دي كانها ميو في اي على باي ار ناقص نص ميو في اي على باي ار، تطلع
نص، ما هو 1 ناقص نص بنص، تبقى نص ميو في اي على باي ار. ده كده مجال مين؟ السلكين. هنا لازم اقول لك بقى ان مجال السلكين لازم يساوي مجال الحلقه، لازم. طيب هما التيارين دول في نفس الاتجاه صح؟ انا دلوقتي لو عايز اجيب اتجاه المحصله ده هيبقى مع المجال الكبير. طب ما ده السلك الكبير يا باشا، تياره لفوق، يعني هو بالنسبه للناحيه دي نقط، وده بالنسبه له اكسات، بس انا همشي مع الكبير اللي هو النقط، يعني ده مجاله خارج. طب بما ان مجال السلكين خارج يبقى لازم الحلقه يبقى داخل، ولو انا خليت مجال الحلقه داخل اكسات يبقى هيمر تيار مع عقارب الساعه، يعني في الاتجاه 2، يبقى انا شاكك في دي وفي دي. دي غلط ودي غلط. طب ما تيجي بقى يا باشا نساوي، يلا. بي للسلكين اللي هو نص ميو في اي على باي ار، هتساوي بي للحلقه ميو حلقه ان بواحد، تيار الحلقه انا عايز اجيب تيار الحلقه على 2 ار. طب ما انت كده لو اشتغلت رياضه هتلاقي 2 ار راحت مع 2 ار، ميو راحت مع ميو، يبقى اي حلقه بتساوي اي على باقي، يبقى اي على باقي وفي الاتجاه 2. سؤال جميل وفكرته حلوه وجت ثانويه عامه قبل كده. تعال بقى السؤال 15 بيقول لك جلفانومتر مقاومه ملفه، يعني الار جي بتاعته معاه، عند توصيل ملفه على التوالي بمضاعف، يعني كده هيتحول فولتميتر، هنستخدمه لقياس فرق جهد اقصاء ادي الفي. لغايه هنا فصل، هنقف بقى. طب ما هو الفي بتساوي اي جي في ار جي زائد ار ام. ماشي، اقصى فرق جهد 10، هجيب الاي جي بتاعت الجلفانومتر لانها ثابته 100 زائد 400 يعني 500، يبقى الاي جي بتاعتي هتساوي 10 على 500. 10 على 500 بكام يا باشا؟ تطلع 2 من 100 امبير. بعد كده قال لك فان مقاومه مجزئ التيار، يعني عايز تضيف ار اس، لازم توصيله فقط مع الجلفانو، يعني هتشيل المضاعف وتحط مجزئ، اصبح حاجه الجلفانومتر ثابته. عايز تقيس تيار اقصاه 10، يا ترى قيمه الار اس دي بكام؟ حاجه الجلفانومتر زي ما هي، ار اس بتساوي اي جي في ار جي على اي ناقص اي جي. يلا بينا كده، اي جي جبناها ب 2 من 100 في ار جي ب 100 على اقصى تيار عايز يقيسه 10 ناقص 2 من 100. هتعملها على الآلة الحاسبة، 2 من 100 في 100 على 10 ناقص 2 من 100 تطلع 2 من 10 اوم. دي قيمة المجسم. ماشي، السؤال اللي بعده بيقول لي هنا الشكل المقابل يمثل دائرة ترانزستور تعمل كبوابة عاكس إذا كان جهد الخرج الفي سي اي بواحد، يعني الفي سي اي خد 1 فولت من اصل 1.5، يبقى الاي سي ار سي خدت النص. ليه؟ لان في سي سي بتساوي في سي اي زائد اي سي ار سي. ماشي. طيب انا دلوقتي عايز ايه؟ عايز الار سي. طب ما انا ناقصني الاي سي. لو بصيت هتلاقي ان مقاومه القاعده مع جهد القاعده يجيب لي من هنا تيار القاعده. تيار القاعده في على ار يعني 1 على 2000. 1 على 2000 تطلع كام يا باشا؟ 5 في 10 أس سالب 4 أمبير. طب ما أنت معاك الأي بي ومعاك هنا الأي إي، ما اللي طالعة دي الأي إي. طب ما أنت عارف إن الأي إي، بص بقى معايا أهو، الأي إي بتساوي أي بي زائد أي سي. طب دي ب1 مللي يعني 1 في 10 أس سالب 3، والأي بي 5 في 10 أس سالب 4 زائد الأي سي. هتطرح ده ناقص ده تطلع الاي سي بتاعتك ب 5 في 10 أس سالب 4 أمبير. حضرتك جبت الاي سي، خلص الكلام. فأنا بقى هقول له إيه؟ الاي سي 5 في 10 أس سالب 4 في ار سي اللي إحنا عايزينها بتساوي نص. إذا الار سي بتساوي نص على 5 في 10 أس سالب 4، ويطلع قيمة الار سي بتاعتك بكام؟ ب 1000 اوم.
دي الإجابة 1000. تعال السؤال هنا بيقول لك أي الأشكال التالية يتأثر السلك إكس بقوة مغناطيسية؟ هو عشان السلك إكس يتأثر بقوة مغناطيسية يمر عليه تيار ويوضع في مجال عمودي، مجال خارجي غير مجاله. أدي السلك ومجال الحلزوني خطوط كده، السلك بيوازي المجال. لا، ادي السلك والمجال هنا اكسات عمودي كده، يبقى السلك عمودي على المجال، يبقى ب تنفع. تيارين قد بعض والنقطه في النص والسلك الثالث اهو محطوط عند نقطه تعادل، يبقى كده مفيش اصلا مجال خارجي، مش هيتاثر بقوه. ادي السلك وكده كده مجال الحلقه بيبقى عمودي على الحلقه بيوازي السلك، يبقى مش هيتاثر بقوه مغناطيسيه. هنا برضو فيما يلي اشكال تمثل تكرار تقريب مغناطيس دائم عده مرات بنفس السرعه المنتظمه من عده ملفات مختلفه. عايز الشكل الذي يمثل تولد اكبر تيار مستحث بالملف لحظه حركه المغناطيس. طبعا بالمنطق كده بيتكلم عن سرعه وعدد لفات وفي قلب هواء ولا قلب حديد. مبدئيا انت عايز اعلى قوه تيار مستحث، يعني اعلى قوه دفعه مستحثه، يعني لازم قلب حديد واكبر عدد لفات واعلى سرعه. كل السرعات زي بعض، هتلاقي ان هنا ده الوحيد اللي قلب حديد هو وده، بس ده عدد لفاته 75 وده عدد لفاته 100، تبقى الاجابه ج. الشكل المقابل يمثل محرك كهربي. المكونان اللذان يعملان على ثبات اتجاه دوران ملف المحرك الكهربي في نفس الاتجاه. طبعا اللي بيخلي الملف يدور في اتجاه واحد نصفي الاسطوانه في المحرك بيوحدوا اتجاه الدوران، في الدينامو بيوحدوا اتجاه التيار، غير ان البطاريه كمان بتخلي التيار دايما بيبقى طالع من الموجب رايح للسالب، وبتطبق فليمنج لليسرى. الحاجتين اللي بيعملوا الحركه دي هو المكون 2 والمكون 4. تعالى هنا يقول لك الشكل 1 يمثل مصدر تيار متردد ثابت القيمه الفعاله للجهد ويمكن تغيير تردده، يتصل بملف حث عديم المقاومه واميتر حراري مهمل المقاومه الأمية. الشكل طبعا خد بالك ان ده ملف حث ملوش مقاومه، يعني دي دايره ال عادي، دي دايره ال. دي علاقه بين جهد المصدر مع الزمن خلال بيقول لك كانت قراءه الاميتر اي 1 كانت من الفتره من 0 ل t. ماشي، طب ما انت لو ركزت هتلاقي الزمن الدوري على الخطوط اللي عاملها، ادي هنا خانه 2 3 4، يعني كأن الزمن الدوري باربعه. وعايز وقراءته اي 2 خلال الفتره الزمنيه من t ل 2 t. كان هنا بقى ايه؟ لو جيت تعمل كده ادي نص موجه واخده خانه ودي واخده خانه، يعني الزمن الدوري بقى 2، يعني الزمن الدوري قل للنص، يعني التردد زاد للضعف. ركز بقى، هو قال لي مع ثبوت الفي مصدر، هو ما جاش ناحيه الفي مصدر ولا غيره. طالما ما قالش تغير الفي مصدر يبقى الاي بتاعتي ما غيرناش الفي مصدر. كررتها تاني اهو، في مصدر على اكس ال اللي هي 2 باي اف ال. لما التردد زاد للضعف التيار قل للنص، يعني لو كان اي 1 باي يبقى اي 2 هيبقى نص اي. طيب جميل. لو كان بقى يا باشا فك الفيو وقال لك مع تغير جهد المصدر، ما هو خد بالك ان جهد المصدر هيفضل زي ما هو. لو قال لك مع تغير جهد المصدر فهتضطر تفكه ان بي ايه 2 باي اف، الاف تروح مع الاف ما يحصلش حاجه للتيار، تبقى النسبه 1 ل1 ودي مش موجوده. عايز انا اقسم هنا اي على نص اي تطلع النسبه 2 على 1، هو عايز النسبه من قراءه التيار الاول على قراءه التيار الثاني. يمثل الشكل المقابل عدة مستويات طاقة في ذرات الهيدروجين وبهما 3 انتقالات للإلكترونات تسبب انبعاث 3 فوتونات X Y Z، فإن تردد الفوتون X يساوي. طبعا ما هو عودة الفوتون ده أو عودة الإلكترون ده عشان يطلع فوتون هو المفروض مجموع ده زائد ده، باين قوي اهو.
يبقى طاقة اكس بتساوي الطاقة بتاعت واي، طاقة الفوتون واي زائد طاقة الفوتون زد. يلا بقى 66 من 100 زائد 1 89 من 100. كام يا ابوي دول؟ 255. 255 الوحدة ايه؟ الكترون فولت. عايزين نحولها، يبقى 255 اضرب في شحنة الالكترون 1.6 من 10 في 10 أس سالب 19، تطلع الطاقة كام؟ 4.8 4.8 في 10 أس سالب 19 جول. طب هو عايز التردد. طب ما أنا عندي الطاقة بتساوي اتش نيو، يبقى نيو للفوتون اكس بتساوي طاقته على اتش. طب أنت جبت طاقته بكام؟ 4.8 في 10 أس سالب 19 على اتش ثابت 6,625 في 10 أس سالب 34. تطلع يا باشا انت على طول كده بالآلة الحاسبة تردد اكس يطلع معاك كام؟ 6.15 في 10 سالب 6 قول يعني 6 و16 بالتقريب في 10 أس 14 هرتز. وعشان تطلع الناتج هرتز لازم النتيجة تبقى جول، تبقى الإجابة بتاعتك هي الإجابة ألف. جميل. تعال الشكل المقابل يمثل 3 أسلاك مستقيمة اكس واي زد وطويلة، ويحمل كل منهما تيار كهربي كما هو موضح بالشكل. فإن قيمة محصلة كثافة الفضل ناشئة عن ال3 أسلاك عند النقطة دي. واحدة واحدة. أولا السلكين دول واحد عمودي لجوه والتاني لبره، يبقى محصلة دول جمع، اخلص من دول الأول. محصلة الاتنين دول جمع، وخد بالك بقى محصلتهم جمع، ولو جيت ترسم دايرة المجال تمس النقطة هيمشي هنا المجال مماسه كده، ولو جيت ترسم دايرة المجال هنا تمس النقطة هيمشي المجال برضو يبقى لفوق. يبقى المجالين اتجاههم لأعلى، لأن احنا اتفقنا لو عايزين نحدد مجال سلك بنرسم دايرة المجال تمس النقطة. واوعى تنسى ان هما لو مع بعض اجمع، ولو عكس بعض اطرح، وان هما لو في حالة تعامد المحصلة تطلع معاهم. المحصلة تطلع معاهم، ولو داخلين على النقطة المحصلة تدخل معاهم. لو داخلين على النقطة كده في التعامد باتجاهاتهم يعني المحصلة تدخل معاهم. ده في حالة التعامد، يعني ده لو المجال الأول لأي حد وده المجال الثاني يبقى ده مجال المحصلة، ولو ده المجال الأول وده المجال الثاني يبقى ده مجال المحصلة في حالة تعامد. طبعا دول مش تعامد، دول جمع. يلا جيب الأول البي توتال للسلكين زد وواي، مجموعهم هتساوي طبعا ميو في اي على 2 باي دي اللي هي 2 في 10 أس سالب 7 في 3 على 4 سم في 10 أس سالب 2 يبقى 4 من 100 زائد 2 في 10 أس سالب 7 في التيار التاني 2 على نفس البعد 4 من 100. دي توتال دول طلعوا كام يا باشا؟ لو انا بحسب واحده واحده كده اهو وانت تطلع الناتج بتاعك، بجيب محصله السلكين دول الاول. 2.5 في 10 أس سالب 5 تسلا. طيب خلاص انا جبت محصله دول واتجاههم لفين؟ لاعلى. فاضل ده عند النقطه دي. طب ما هو خد بالك بعده عن النقطه 15 ومجاله ناحيه النقطه اكسات، يعني عمودي لجوه وده لفوق كده. يبقى محصله دول هيبقوا تعامد مع ده. اروح الاول اجيب مجال السلك اكس ميو اي على 2 باي دي، يعني 2 في 10 أس سالب 7 في 15 على البعد 15 في 10 أس سالب 2 تطلع لو بنحسبها كده مع بعض واحده واحده 2 في 10 أس سالب 5 تسلا. اصبح ان هما الاثنين هنا ده مجاله لفوق وده مجاله اكسات، يعني هما في حاله تعامد. طب بما انهم في حاله تعامد يبقى انا هقول له اذا البي توتال عند النقطه دي بتساوي الجذر التربيعي ل 2.5 في 10 أس سالب 5 الكل تربيع زائد 2 في 10 أس سالب 5 الكل تربيع. جميل جدا. تطلع
3.2 في 10 أس سالب 5 تسلا تبقى الإجابة ب. جميل. بص هنا برضو، الشكل المقابل يمثل دائرة كهربية تحتوي على ملف حث عديم المقاومة الأمية، فإنه لحظة، بص ملف حث ملوش مقاومة، فإنه لحظة الغلق، أنا كررتها تاني هنا أهو، لحظة الغلق الملف ده بيولد قوة دفعة مستحثة عكسية عظمى تعادل جهد البطارية، تمنع مرور التيار. يعني التيار بتاعي هنا بصفر، وانا بالنسبه لي هنا طالما التيار بصفر يبقى قراءه الفولتميتر بصفر. ماشي. ايه اللي زاد هنا في السؤال ده؟ عايز معدل نمو التيار، عايز معدل نمو التيار. لحظه الغلق اي ام اف المستحثه بتساوي سالب ال دلتا اي على دلتا تي. اي ام اف المستحثه ب 8 لحظه الغلق، اللي عطاها لك ب 4/10، انت عايز دلتا اي على دلتا تي. يبقى انا كده يا باشا دلتا اي على دلتا تي. خد بالك بقى هنا برضو هنقسم بقى 8 على 4/10 تطلع كام يا باشا؟ 20 امبير على الثانيه. والمفروض دلوقتي تبقى الاجابه بتاعتنا طبعا والفولتميتر بصفر تبقى د، لان لحظه الغلق انا بمنع مرور التيار في اللحظه دي. تعال احنا هنا دي بس الفكره اللي كررتها في الامتحان، لكن انا زودت دي معاها، يعني انا كاني عايز دي. طب يلا بينا. هنا بيقول لي يمثل كل شكل بياني عدد من الذبذبات لجهد متردد صادر من 2 دينامو. اذا علمت ان الدينامو او الاثنين دينامو نفس عدد اللفات، يعني الان ثابت، ويدور كل منهما في مجال له نفس كثافه الفيض، يعني كمان البي ثابت. عايز النسبة بين الترددات. لو جيت تبص هتلاقي ان الزمن الدوري واخد هنا 4 مربعات والزمن الدوري واخد مربعين. يعني لو الزمن الدوري هنا ب2 وده ب4، يبقى المفروض ان بالعقل كده هنا 2 تي وهنا تي، ما هو ده ضعف ده. طب بالنسبة للتردد، التردد عكسي مع الزمن الدوري، يبقى المفروض ان ده يبقى اف وده 2 اف بالعقل كده على طول. عايز النسبة بين التردد الأول على التردد الثاني، يعني 2 على 1، يبقى أهي د. طب ما تيجي نشوف المساحة كمان بالمرة، عشان ممكن تيجي دي لوحدها أو دي لوحدها. طيب أنا عايز المساحة، هو اي ام اف ماكس بتساوي ان بي اي 2 باي اف. اشطب على الثابت الأول. مين الثابت يا باشا؟ عدد اللفات والبي والاتنين باي ثابتين. عايز نسبة المساحة، يبقى المساحة طردي مع الاي ام اف ماكس وعكسي مع التردد، يبقى اي 1 على اي 2 بتساوي الاي ام اف ماكس 1 على اي ام اف ماكس 2 في اف 2 على اف 1. يلا اي ام اف ماكس 1 بفي والتانية ب3 في يبقى تلت. التردد الثاني باف والتردد الاول 2 اف يبقى نص. يبقى النسبه سدس فعلا تبقى الاجابه د. من الاسئله الحلوه اللي بتيجي دينامو بالشكل ده. نيجي هنا للسؤال رقم 25، الشكل المقابل. دي دايره كهربائيه، سؤال المكثفات بقى. اذا كانت الشحنه الكهربائيه على احد لوحي المكثف اكس، الشحنه دي اسمها كيو 1 والمفتاح مفتوح. طبعا لو المفتاح مفتوح يبقى ده ملغي، يبقى كأني معايا بطارية بتغذي مكثف 2 سي ومكثف 3 سي على التوالي اللي هو اكس. طب ما هو كده احنا عندنا ان توزيعة البطارية بتبقى عكسي مع السهات، يعني السهات 3 ل 2 يبقى التوزيعة 2 ل 3 بالنسبة للفي بي. يعني تعال نفترض ان احنا معانا 5 في بي، ده هياخد 2 في بي وده هياخد 3 في بي، يبقى المكثف ده اقدر اجيب له الكيو 1 بتاعته سي 1 في 1 3 في 2. فكك بقى من الثوابت، ما هي هتطلع 6 كانها 6 سي في بي، مالناش دعوه بقى. يعني هي طلعت كام؟ 6. طب ده الكلام ده لو انا فاتح المفتاح. طب تعالى بقى عند غلق المفتاح بقت شحنته اسمها كيو 2. طبعا انت لما تقفل المفتاح يا باشا
المفروض ان دول بقوا معاك على التوازي يدوك مكثف 3 سي جنبه مكثف 3 سي مع بطاريه مكتوب عليها 5 في بي. كده بقى المفروض ان جهد البطاريه يتقسم بالتساوي، ده ياخد 2.5 في بي وده ياخد 2.5 في بي. قال لك شحنته بقى اسمها كيو 2. طب ما انا ممكن اجيب كيو 2 سي في في 3 في 2.5 بقى، يعني كانها 3 سي في 2.5 في بي، تطلع 7.5 او 7.5 سي في في بي. عايزك تقسم كيو 1 6 على كيو 2 7.5، تطلع كام يا باشا؟ 4/5. الإجابة ده فكرة توزيعة الجهد على المكثفات. هنا برضو فكرة لدائرة الار ال سي في حالة الرنين. الشكل المقابل يمثل دائرة تيار متردد في حالة رنين، يعني والمفتاح ده مفتوح، احنا كنا في حالة رنين، يعني محصلة الاكس سي هنا بتساوي محصلة الاكس ال هنا. ماشي، محصلة بقى الاكس ال اهو. بيقول لي طب حالة رنين انت لما تقفل المفتاح زودت مكثف على التوازي، يعني الاكس سي قلت، فكده الاكس ال اللي عندي بقت اكبر بعد ما كان بيساووا بعض، يعني احنا ما بقيناش في حالة رنين، يبقى تياري قل مفيش كلام. طب ولو تياري اللي طالع قل، طب ما الاكس ال ثابته والار ثابته، يعني الزد هنا ثابته، يبقى قراءة الفولتميتر بما ان التيار اللي جاي قل يبقى قراءة الفولتميتر هتقل. ماشي، يبقى قراءة الفولتميتر تقل والاكس ال اكبر من اكس سي، يبقى الدائرة لها خواص حسية. طيب تعالى كده، سؤال أنبوبة كوليدج للأشعة السينية والتي تعمل على فرق جهد أدي الفي 55 كيلو فولت، يعني في 10 أس 3 فولت، وتيار الفتيلة اي بتساوي 10 في 10 أس سالب 3 أمبير. سيبك هو طالب إيه؟ أنا أقدر أجيب القدرة الكهربية اللي بتطلع من بتطلع من الكاثود. بي دبليو بتساوي في في اي. احسب معايا كده في، معلش، في اللي هي دي بره المسألة بس احسبها. 55 في 10 أس 3 في 10 في 10 أس سالب 3. عايز أعرف القدرة الكهربائية كام؟ 550 واط. طبعا دول المفروض بيتقسموا جزء حرارية وجزء إنتاج أشعة إكس على حسب كفاءة الأنبوبة. يعني هو لو قال لي مثلا كفاءة الأنبوبة 1%، يبقى على الآلة الحاسبة 1% من 550 كام؟ 1 على 100 من ال 550 يدوني كام؟ 5 و5 من 10 واط أشعة إكس. اطرحهم من 550 كده يا باشا، 544 ونص. 544 ونص طاقة حرارية على حسب كفاءة الأنبوبة. هو كان عايز معدل الإلكترونات، يعني عايز N على T. طب ما أنا عارف يا باشا N على T، يبقى أنا عايز الأي، أي بتساوي N في E على T. أنا عايز N على T، يبقى أقسم أي على E، يبقى N على T بتساوي أي اللي هي 10 في 10 أس سالب 3 على E، صح؟ دي N على T بتساوي اي على اي. ايوه، 1.6 من 10 في 10 اس سالب 19. سيبها لنا كده يا باشا، 6 25% 6 25% في 10 اس 16 الكترون لكل ثانيه. طب عايز اقصر طول موجي لاشعه الكابح بالنانومتر. الكابح اللي هو الطفل المستمر للاشعه السينيه. طب ما انت يا باشا عارف ان الطفل المستمر للاشعه السينيه قانونه بيقول اي في بتساوي اتش سي على لامدا مينيموم، ولو المميز المفروض ان اتش سي على لامدا مينيموم بتساوي دلتا اي، الفرق بين طاقه المستويين، يا من الثالث للاول يا من الثاني الاول. طب يلا يا باشا احسب لنا لامدا مينيموم هنا، بتبقى اتش سي على اي في. يلا 6 625 في 10 اس سالب 34 في سي 3 في 10 اس 8 على اي 1.6 من 10 في 10 اس سالب 19
في فرق الجهد كان فوق 55 في 10 أس 3 هتطلع الأول معاك بالمتر. 226 في 10 سالب 11. 26 في 10 سالب 11 متر. طب هو عايزها ايه؟ نانو متر، يبقى اضربها في 10 أس 9. 22 أو 23. حلو، تبقى الإجابة ب. جميل، يلا بينا. من الأسئلة اللذيذة والتافهة بيقول لي العلاقة بين الرو والسيجما علاقة عكسية، فبيقول لي حاصل ضرب الواي في الإكس، يعني حاصل ضرب سيجما في رو حاصل ضربهم يساوي الواحد الصحيح. علاقة هنا، والسؤال ده عايز يتقرا كويس، العلاقة هنا ما بين القدرة المستهلكة بي دبليو بواسطة مجموعة من موصلين اكس وواي متصلين مع بعض على التوالي ومربع فرق الجهد. خد بالك بقى، يعني دي بي دبليو لمجموعة من موصلين متوصلين على التوالي. يعني انت النهارده البي دبليو مع الفي تربيع الميل بتاعها 1 على ار توتال ليهم في التوالي وهم موصلين، لان البي دبليو بتساوي في تربيع على ار توتال هنا بقى في التوالي ان هم مقاومتين متوصلين توالي. طب ما انت 1 على ار توتال بتقسم صاد على سي، طب يبقى الار توتال اعكس 81 على 3 فيها كام؟ 27. 27 اوم. ال 27 اوم دول مجموع مقاومه الاكس زائد مقاومه الواي لان احنا متوصلين توالي. طب مقاومه اكس 15، 27 ناقص 15 تبقى مقاومه واي بكام؟ 12. تعال. لف سلك نحاس على شكل ملف دائري مكون من لفتين، يعني عدد لفاتي كان 2، وأمر به تيار شدته اي، فكانت كثافة الفيض المغناطيسي عند مركزه كانت بي لما كانت عدد لفاته 2. طب أعيد لف الملف بحيث قل نص قطر الملف للربع. طب ما هو في إعادة التشكيل ال N بتساوي L على 2 باي R وبيبقى طول السلك ثابت نفس السلك. انت هنا نص، وطبعا دول ثابتين، نص القطر لما يقل للربع يبقى عدد اللفات زاد 4 أمثال. طب وفي إعادة التشكيل البي طردي مع الN تربيع، فلو خلاص بقى انا ماليش دعوه وعايز اعرف البي حصل لها ايه على طول من غير ما تشتغل نسبه وتناسب بالفهلوه. عدد لفاتك زاد 4 أمثال، تربيعه يزيد 16 مرة يزود البي 16 مرة، فتبقى الإجابة د 16 بي. الشكل المقابل يمثل 4 إطارات معدنية مستطيلة الشكل 1 2 3 4 تتحرك بسرعة في نفس مستوى الصفحة، عمودية على مجال منتظم متعامد على مستوى الصفحة للداخل. بناء على مواضع الإطارات فإن الإطارات التي يتولد فيها تيار كهربي مستحث اتجاهه مع عقارب الساعة. تعال انت هنا داخل بتعمل زيادة في مجال الإكسات، لينز هيقاوم الزيادة فيولد نقط، يمر تيار عكس عقارب الساعة، هنا عكس عقارب الساعة. طب انا هنا برضو داخل شبه دي، يبقى دي برضو هنا هيتولد نقط يعني عكس عقارب الساعة. طب انا هنا خارج من اكسات يعني بعمل نقص، فلينز هيزود يولد اكسات مع عقارب الساعه يبقى 3 تنفع. طب انا هنا خارج بعمل نقص، لينز عايز يزود يعمل اكسات يمر برضو مع عقارب الساعه يبقى 3 و4 هم اللي هيمر فيهم تيار مع عقارب الساعه. سؤال حلو. الشكل المقابل يمثل دائره تيار متردد ار ال سي. أي الأشكال يمثل العلاقة بين متجهي الطول والجهد الكلي؟ خد بالك بقى، هنا دايرة ار ال سي والإكس ال أكبر من الإكس سي، يعني فرق الجهد سابق التيار بزاوية حادة تقع في الربع الأول. هنا التيار سابق، هنا التيار سابق، يبقى هم واحدة من دول. فاضل الزاوية. طب ما هو تان سيتا بتساوي إكس ال ناقص إكس سي على ار. اكس ال 7 ناقص 4 يبقى 3 على 4.
اعمل شيفت تان ل3 على 4 تجيب الزاوية تطلع 36 86 تبقى الإجابة ب. بص معايا سؤال محترم وجه ثانوية عامة قبل كده، علاقة ما بين ان اللي هو تركيز الإلكترونات الحرة ومقلوب الفجوات لكل بلورة من بلورتين شبه موصل اكس وواي غير نقيين. طب ما هو هنا الميل مين؟ ما هو خد بالك ان في بي بتساوي ان اي تربيع. طيب انت دلوقتي يا باشا عايز تخلي الان لوحدها عشان تجيب الميل، يبقى الان بتساوي ان اي تربيع على بي. ادي الصاد وادي السين، يبقى ميل واي ان اي تربيع وهنا ان اي تربيع. طب ما انا كده ممكن اجيب ان اي تربيع لاكس اللي هي هتبقى كان 60، وممكن اجيب كمان ان اي تربيع لواي اللي هي هتبقى تان 30. تعالوا نشوفوا عايز ايه. عايز النسبة بين ان اي لاكس. طيب ما بعد ما تجيب ده خد الجذر اهو على تركيز الفجوات في البلورة لما كانت نقية واي. ايوه يا باشا، ما هو تركيز الفجوات في واي اللي هو البي بيساوي الان بيساوي الان اي لواي، يعني كانه عايز ان اي اكس على ان اي واي، يبقى تان 60 على تان 30 وخد الجذر. تان جذر اهو، تان 60 على تان 30 تطلع كام يا باشا؟ جذر 3 تبقى الاجابه دي. طب تعال. الشكل المقابل يمثل جزءا من دائرة كهربية، فتكون النسبة بين المقاومة الكلية بين النقطتين اكس وواي في حالتي المفتاح ك مفتوح والمفتاح ك مغلق. طب ما هو لو ك مفتوح يا باشا يبقى انا هلغي الفرع ده خالص ومالوش قيمة، فاصبح دلوقتي ان التيار اللي داخل هيتجزأ 12 و24 توالي على 12 و24 توالي. 12 و24 يدونا كام؟ و36 قيمة واحدة على عددهم تطلع. يبقى في حالة فتح المفتاح ار توتال هنا 18 اوم. طب ما تقفل المفتاح يعني رجع الامور زي ما هي. حضرتك اول ما تقفل المفتاح دي وصلة كهربية اهو، دي كده وصلة، يعني كأن دول نقطة واحدة، يعني كأن دول توازي مع بعض. 12 و24 حاصل ضربهم على حاصل جمعهم يدينا 8 اوم، وراهم دول توازي برضه 8 اوم، صح كده؟ يبقى كم؟ ار توتال 2 تطلع 16 اوم. يبقى انا كده جبت ار توتال 2 وجبت ار توتال 1. هنا عند الفتح وهنا عند الغلق اقسمهم على بعض. 18 على 16 تطلع كم؟ 9 على 8 تبقى الإجابة ده. طب تعال. عدد من المكثفات المتماثلة عندما وصلت على التوازي مع مصدر للجهد كانت الساعة الكلية كده. طبعا هم متوصلين على التوازي، يبقى ال 625 الساعة الكلية قيمة واحدة في عددها. ما هو التوازي توالي والتوالي توازي في المكثف في السهام بس. ولما وصلناهم على التوالي بنفس المصدر كانت سي توتال ب 25 اللي هي قيمة واحدة على عددها. عايز عدد المكثفات مرة وعايز سعة المكثف مرة. طب انت لو عايز العدد مثلا من المعادلة دي او دي براحتك، شيل السي وعوض بيها، يبقى السي بتساوي 25 ان. يبقى لو شلنا من هنا السي هنحط 25 ان تبقى دي ان تربيع. يبقى الان تربيع بتساوي 625 على 25 تديك 25. خد جذرك يبقى ان ب 25. ان اسف، خد الجذر يبقى ان بخمسه. ماشي، يبقى ان بتاعتك طلعت 5. لو عوضت هنا على الان ب5 يبقى 5 في 25 تجيب السي تطلع 125 مايكرو فراد، وهم عدد المكثفات 5. تبقى الاجابه ج. تعال. مصدرين ضوئيين كل منهما احادي اللون 1 و2 ينتج عن الاول ادي لمضه 1 بتاعته وعدد فوتونات ادي فاي ال 1 بتاعته.
والتاني بيطلع ادي لامدا 2 وادي فاي ال 2. عايز النسبة بين القوتين. طب ما هي القوة بتساوي 2 اتش على لامدا فاي ال، دول ثابتين، يبقى اف 1 على اف 2 اللامدا عكسي، يبقى لامدا 2 على لامدا 1 في فاي ال 1 على فاي ال 2. لامدا 2 5 500 على 4 500 مش لازم تحول، نسبة وتناسب. فاي ال 1 9 في 10 أس 14. فاي ال 2 1 و2 من 10 في 10 أس 15. هتعوض على الآلة الحاسبة تعويض مباشر، تطلع النسبة 11 على ال 12، تبقى الإجابة د. سؤال رايق برضه. الشكل المقابل يمثل جزء من دائرة كهربية مغلقة إذا كانت قراءة الأميتر الثاني 4 أمبير. طب ماشي، يبقى فرق الجهد هنا معانا أي في آر ب 12 فولت وده ب 12 فولت، وأصلا ده على التوازي مع الستة، يبقى الستة تاخد برضه ال 12 فولت. طيب ما انت هنا عرفت ان هنا داخل 4 امبير، طب هنا 12 على 4 يبقى هيعدي هنا 3 امبير، يبقى 4 و3 يبقى جه في الفرع ده 7 امبير، والفرع دوت 12 على 6 فيها ال 2 امبير، يبقى 7 و2 يبقى اللي جاي 9 امبير. عايز قراءة الاميتر الاولاني 9 امبير. سؤال حلو جدا. الشكل المقابل يمثل حركة انزلاق سلكي بي كيو على ساقين فلزيين متوازيين في مستوى الصفحة بسرعة منتظمة في داخل مجال مغناطيسي منتظم كثافة فيضه بي متعامد على مستوى الصفحة للداخل. فطبعا بص يا حبيب قلبي، المفروض دلوقتي ان انا هنا عارف ان في قوة دافعة مستحثة هتتولد، لكن مفيش تيار مستحث هنا. ما هو لو في تيار مستحث يبقى لازم يبقى في مسار مغلق، وهنا مفيش مسار مغلق. طب ما هو التيار المستحث فرضا لو انا بطبق فليمنج لليمنى، انا عندي هنا مجال لبره وماشي كده، يبقى المفروض التيار المستحث يبقى كده، بس عشان انا ما عنديش مسار مغلق يبقى مفيش تيار مستحث. ولو كان في تيار مستحث كانت ستنشأ قوة مغناطيسية عكس السرعة، كانت تتعين من العلاقة بتربيع اللي تربيع في على ار، والتي تجعل السلك متحرك بسرعة منتظمة. طب يا باشا أصلا القوة دي كانت بتنشأ نتيجة مرور التيار، ومفيش هنا مسار مغلق، يبقى مفيش تيار ومفيش قوة أصلا، يعني ده مش هيحصل. يبقى هذه القوة ستساوي صفر لعدم وجود مسار مغلق. هنا علاقة ما بين الفاي ام مع التي، دي بالملي ويبر ودي بالملي ثانية، ما عندناش مشكلة. لحلقة معدنية تخترق عموديا يعني سيتا 90. عايز النسبة بين متوسط القوة الدافعة من 0 ل 2 يعني فاراداي اي ام اف بتساوي سالب. هو طبعا عايز القيمة هنا او كنسبة وتناسب، الاشارة هتطير. انا هنا اي ام اف سالب ان دلتا فاي ام على دلتا تي ان بواحد عشان حلقة، دلتا فاي ام 4 على دلتا تي 2 تطلع 2 فولت او سالب 2 فولت. وخلال الفترة الثانية اي ام اف خلال الفترة الثانية برضو سالب ان بواحد، دلتا فاي ام انا رحت من 4 ل 6 يعني 2، خلال فترة زمنية من 2 ل 6 يعني 4، تطلع سالب نص فولت. اقسمهم على بعض طبعا السالب هتروح مع السالب، 2 على نص يعني تطلع 4 على 1، تبقى الإجابة ج. ده سؤال جميل وفكرة حلوة حطيناها برضه عشان تخلي شكل الامتحان كويس. الشكل البياني المقابل علاقة ما بين الإي أو القوة الدافعة المستحثة في الدايرة الخارجية لدينامو، وذلك لمولدين إكس وواي. إذا كانت القيمة العظمى للفيض الذي يقطع ملفي الدينامو متساوية، القيمة العظمى للفيض يعني بي ايه ثابت على بعضه، ما هو القيمة العظمى للفيض متساوية، يبقى بي في ايه ثابت، حيث ان اكس عدد لفات الدينامو اكس وان واي عدد لفات الدينامو واي. اولا خد بالك
الدينامو اكس دينامو تيار متردد، والدينامو واي دينامو مقوم تقويم موجي كامل. وهنا في معلومة، الدينامو المقوم تقويم موجي كامل تردده ضعف، يعني تردد واي ضعف تردد اكس. معلومة انت واخدها معايا، تردد واي ضعف تردد اكس. لما بتقوم تقويم موجي لو نص موجي بيفضل زي ما هو التردد. طيب هو بيقول لي هنا ايه؟ انت مقوم تقويم ايه؟ موجي كامل. يبقى انا شاكك هنا وشاكك هنا. طب عايز نسبة عدد اللفات. طب ما هو في الدينامو الاي ام اف ماكس يا جماعة بتساوي ان بي اي 2 باي اف. ماشي، اشطب على الثابت اللي انا مش هستخدمه اصلا، البي في ايه والاتنين بار. عايز نسبة عدد اللفات، يبقى طردي مع الاي ام اف ماكس وعكسي مع الاف. يبقى ان اكس صح على ان واي بتساوي اي ام اف ماكس الاكس على اي ام اف ماكس الواي في اف واي على اف اكس. يلا بينا. اي ام اف ماكس الاكس ب 24 والواي ب 12، يعني النسبة 2 على 1 في تردد واي بضعف تردد اكس، يعني تردد واي 2 اف اكس على اف اكس يبقى 2 على 1. يبقى تطلع النسبة 4 على 1 ومقوم تقويم موجي كامل، وتبقى الإجابة ألف هي الإجابة الصح. تعالى كده معايا سؤال لكومبتون. أي الأشكال التالية يعبر عن ظاهرة كومبتون بشكل صحيح؟ طبعا بالنسبة للطاقة بتاعت الفوتون الساقط المشتت لازم تبقى أقل، فدي غلط. بالنسبة للطول الموجي عكس الطاقة يعني بيزيد، فهو هنا قل، يبقى دي غلط. التردد لازم يقل لأنه زي الطاقة، فهو هنا زاد، يبقى دي غلط. طول الموجي عكس الطاقة يعني لازم يزيد، تبقى دال هي اللي صح. مسألة بوابات جميلة. بيقول لي الشكل المقابل يمثل دائرة منطقية الخارج بتاعها واحد، خارجها واحد. وإذا كانت داخلة عند إكس بواحد وعند واي بصفر. عند إكس بواحد يعني ده بواحد، والواحد جاي هنا برضه. وعند واي بكم؟ بصفر. بيقول لي بقى إيه؟ افترض عدد إيه؟ طلبات بقى، أو طلاب، طلب يعني. دي فول طلب. عدد طلاب، افترض عدد طلاب نوع البوابتين. يعني مجموعة من الطلبة. ماشي، افترض نوع البوابتين دول. مرة قال لك على الترتيب A و B، قال لك إن A ممكن تبقى أور وبي ممكن تبقى أند. هل ده لو حصل يطلع الخارج 1؟ تعال نشوف. لو A أور وبي أند، 1 0 في الأور بتطلع 1، 1 1 في الأند بتطلع 1، ينفع، يبقى A تنفع. الاحتمال الثاني، في حد نجح ولا ايه؟ لا عادي كمل يا عم، دي زغروطه، ايه المشكله يعني؟ يمكن خير يا اخي. طب خد بالك، انا النهارده لو جيت اجرب الاي اور والبي اور، لو الاثنين اور، لو دي اور ودي اور، هل الخارج هيبقى 1؟ 1 0 في الاور بيطلع 1، و1 1 في الاور بيطلع 1. برضه دي كمان تنفع. طب هل الاثنين ينفع يبقوا اصلا اند؟ يعني ينفع دي تبقى اند وبرضه دي تبقى اند؟ تعال نشوف. 1 0، خد بالك بقى، 1 0 في الاند بتطلع 0، صح كده؟ اهو بتطلع 0. تعال نمسحها بس، بتطلع 0. و0 1 في الاند بتطلع 0 مش بتطلع 1، دي ما تنفعش. جربناها ما تنفعش اهي. طب تعال، لو انت النهارده عايز تجرب البوابتين دول، الاولى ايه؟ تبقى اند، وعايز دي تبقى اور. يلا. 1 0 في الاند بتطلع 0، 0 1 في الاور بتطلع 1، يبقى دي كمان صح. يبقى الاولى والثانيه والاخيره صح، تبقى الاجابه د. وغالبا دايما في البوابات بتجرب عشان توصل للاجابه الصح بتاعتك. العدد بالنظام العشري المناظر للعدد الثنائي ده. طبعا بالآلة الحاسبة، وهعلم الناس من غير الآلة الحاسبة برضو. كنا بنقول ايه؟
2 أس 0، 2 أس 1، 2 أس 2، 2 أس 3، 2 أس 4. ده بيتضرب في ده، ده بيتضرب في ده، ده بيتضرب في ده، ده بيتضرب في ده، وده بيتضرب في ده، وبتجمع الناتج اللي بيطلع تشوف الناتج كام. طبعا خد بالك اي حاجه أس صفر مع السلامه. يلا بينا. 2 أس 0 بواحد في واحد بواحد، زائد اي حاجه 2 أس 1 هنا ب2 في 1 تبقى 2، زائد 2 أس 3 ب 8 في 1 ب 8، 2 أس 4 ب 16 في 1 ب 16، يطلع 27، او زي ما علمتك تعمله على الآلة الحاسبة. طبقا لنموذج بور لذرة الهيدروجين، النسبة بين طاقة الفوتون المنبعث من الانتقال الأول في ليمان من الثاني للأول. أنا كنت بقول لك على، مش هي نسبة وتناسب، على إيه بقى؟ على طاقة الفوتون اللي هيطلع ده نتيجة الانتقال من الثاني للأول، على طاقة الفوتون المنبعث لبشر نتيجة الانتقال من الرابع للثالث. طالما نسبة وتناسب قلت لك اعملها مع، ما انت بتاخد سالب 13 و6 من 10 عامل مشترك فوق وتحت يروحوا مع بعض، يبقى واحد على ان تربيع، يبقى جاي من الثاني يعني ربع، ناقص واحد على واحد بواحد والسالب راحت، وهنا جاي من الرابع يعني واحد على 16 ناقص واحد على 9، تطلع النسبة بتاعتي 108 على 7. صح كده؟ تبقى الإجابة ألف. حاطط لك سؤالين مقالي. سؤال دينامو، ملف دينامو تيار متردد، ادي مساحه وجهه، عدد لفاته 560، كثافه الفيض الموضوع فيها 25% تسلا، بيتحرك بمعدل 4200 دوره في الدقيقه. هات لي التردد كده يا ابوي. يبقى 4200 على 60 يطلع التردد كام؟ 70 هرتز. طلب ايه هو؟ طلب منك تجيب اي ام اف اللحظيه بعد ربع دوره من وضع الصفر. وضع الصفر يعني انت اي ام اف بصفر بعد ربع دوره بقت قيمه عظمى. يبقى هو عايز اي ام اف ماكس، هتقول له سالب ان بي اي 2 باي اف تعويض مباشر. ان 560 بي 25 من 100، المساحه 2 من 100 في 2 في 22 على 7 في 70، تطلع الاي ام اف ماكس بكام؟ 1232. 1232 فولت. عايز متوسط القوى الدافعة خلال ربع دورة ابتداء من وضع الصفر. ليها قانونين، يا إما 4 نباف يا إما تساوي أهو إي إم إف المتوسطة خلال ربع دورة بتساوي سالب 2 إي إم إف ماكس أو 2 إي إم إف ماكس على باي. احسبها كده يا أبوي. 2 إي إم إف ماكس 1232 على باي تطلع، احسبها أنت، 784. 784 فولت. ده سؤال مباشر وسهل، قلنا برضو مش كل الاسئله بتبقى فيها تريكات يعني. وهنا مساله انا مكرر النقطه دي في الامتحان، بس انا جايب السؤال عشان النقطه الثانيه. ملف حس معامل حسه الذاتي 2 من 100، مقاومه الملف 12، بيتوصل ببطاريه 6 فولت، وعايز هو معدل نمو التيار لحظه الغلق. طبعا لحظة الغلق انت بتولد اي ام اف مستحثة عظمى تعادل جهد البطارية اللي هي ب6، هتساوي سالب ال دلتا اي على دلتا تي، يعني ال6 بتساوي 2 من 100 في دلتا اي على دلتا تي. صح يا باشا؟ يبقى انا عايز الدلتا اي على دلتا تي بتساوي 6 على 2 من 100 تطلع 300 ايه بقى الوحده؟ امبير على ثانيه، لانه عايز معدل نمو التيار. طب معدل نمو التيار لما بيوصل التيار ل 75% يبقى اي ام اف المستحثه تعادل 25% من السته، يعني ربع السته. هتقاوم اللي متبقي. ربع السته بكام يا باشا؟ 1.5 فولت. يبقى 1.5 فولت بتساوي 2 من 100، نفس القانون دلتا اي على دلتا تي. يبقى انا لو عايز دلتا اي على دلتا تي بتساوي كام؟ 1.5 على 2 من 100. كم؟ 75 امبير على الثانية. طيب هبتدي اعلم لك على البابل شيت دلوقتي
فتابع معايا. بص البابل شيت هنعلم عليه ازاي. بص بقى يا باشا البابل شيت، طبعا البيانات اللي فوق دي انت ظابطها. هنا بتكتب رقم جلوسك بقى مثلا 5 اي رقم 2 3 4 1 2 1 مثلا، وبتيجي هنا واحد يبقى بتظلل الواحد، بتظلله تظليله كامله وواضحه، وبتظلل يا بالرصاص اهو يا بالجف سواء الازرق او الاسود. ماشي. طيب خد بالك بقى، واحد ماشي، طب هنا 4 وهكذا ماشي، والبيانات دي ما فيهاش مشكله. تستخدم مسطره لو سمحت، وتيجي كده عند اول واحده تقوم عامل كده عشان ما ترحلش معاك. اول اجابه مثلا كانت ايه يا ابوي؟ ب. كانت ايه؟ ب. ب. يبقى بتظلل ب اهو، بتظللها كويس جدا. طيب مثلا تاني اجابه إجابة ب برضه. ب برضه، وهكذا. طب تالت اجابه ج. ج. طب بص بقى قول لي رابع اجابه، رابع اجابه وإجابة ب. كانت ب. طب انا غلطت وعملتها الف، هو انا جاي عامل عليها ايه؟ عامل عليها اكسايه كده وهي كانت ب. واهم حاجه المسطره تبقى موجوده عشان ما تغلطش. الورقه الثانيه طبعا بتبتدي تحل فيها المقالي عادي جدا على حسب المساحه المحدده بالنسبه لك، وما يبقاش عندك مشكله خالص. عايز اقول لك حاجه صغيره، خد بالك ان انت لو مثلا عايز تراجع على شويه حاجات، عايزك تراجع علاقه مجزء التيار بالحساسيه، وعايزك تراجع مضاعف الجهد تقراه كده مع الحساسيه، حته مهمه جدا. كان في معلومات مهمله بقى، كان عندك حاجه اسمها مصباح الفلوروسنت، خليك عارفه. هو فكره عمله الحس الذاتي، من ضمن افكار الحس الذاتي، وان انت كانت فكرته بتفرغ منه الطاقه المغناطيسيه عشان تشغل اللمبه وبتحولها لطاقه كهربيه. دي كمعلومه يعني، طبعا ما جاش عليها اسئله خالص بس تبقى عارفها. راجع المجزء مع المضاعف. برضو نصيحتي ليك اقرا سكتش الحصه اخر حاجه، او كلاشينكوف اقراه كويس عشان تفتكر المعلومات. عندك وقت لسه، بص على اسئله ثانويه عامه وبص على الاسئله بتاعتها كده بالاجابه سريعا برضو، والاسترشادي سريعا، بصه سريعه. الاربع يا جماعه بتاع بصه سريعه. اقفل بقى السوشيال ميديا، ما توترش نفسك، ما تبصش بقى على اسئله من كوكب تاني وناس تخوفك وناس توترك. واحده واحده كده، وان شاء الله بكره ربنا يكرمك وتفرحونا كده ان شاء الله، وتطمنونا عملتوا ايه في الفيزياء. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.